السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيباتي في الله، مرحبا بكم مع أم نبراس. اليوم إن شاء الله جبت لكم بيتزا أو ميني بيتزا كما راكم تشوفوا، خفيفة ظريفة رائعة بطريقة سهلة، بلا بيض، بلا تكاليف ياسر، يعني سهلة وسر القرمشة نتاعها كما راكم تشوفوا هنايا. ولو أنكم تقدروا تذوقوها معايا، جات روعة، خفيفة ومقرمشة ورائعة إن شاء الله. اللي راي تزور فينا أول مرة على القناة، ما تنسي حبيبتي الاشتراك في القناة، التفعيل الجرس وضغط اللايك باش يوصلك كل جديد إن شاء الله. كما راكم تشوفوا نبدأ وصفتنا على بركة الله، ونصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ مباشرة في المقادير. واش نحتاج في وصفتنا اليوم؟ أنا هنا عندي 500 غرام يعني رطل من الفرينة. راح ندير هنا رطل ونقصته غير شوية برك باش نخليه نستخدمه من بعد. عندي 3 ملاعق من الزيت، نتوما تقدروا ديروا ضعف المكونات عادي. 3 ملاعق كبار تاع اكل من الزيت. عندي ملعقه من السكر، ملعقه ما تكونش معمره ياسر، ملعقه سكر. نصف ملعقه من الملح في هذه. نحتاج ايضا ملعقه تكون معمره من خميره الخبز، هكذا شويه برك تكون معمره مليح من خميره الخبز. نزيدو ملعقة من الخل الأبيض. السر هنا هو الخل الأبيض اللي راح يعطيك هذيك الخفة وأيضا للقرمشة للخبز نتاعك. نخلط المكونات هذو مع بعض، جهة المكونات الجافة نخلطهم مع بعض، من بعد نخلط كامل المكونات مع بعضهم حتى نتحصلوا على خليط يكون متجانس وفيه المكونات كامل مخلطة مع بعضها، هكذا فقط بالملعقة، بلا عجين بلا دليك بلا حتى حاجة، هكذا خلطوه. نروح ايضا نجيبوا الى كاس حليب هنايا دافي، تقدروا تعوضوه بالماء، ومن الاحسن انكم ديروا حليب باش تجيكم خفيفه اكثر، يكون دافي. نلموا به العجينه نتاعنا حتى نتحصلوا على عجينه متماسكه. كل مره نزيدوا نلموا بشويه بشويه حتى نكمل الحليب تاعي كامل، ونتحصل على هذه العجينه هكا بالملعقه. نشوفوا لما تتلم بهذا القوام، قوام ملتصق، نشدوها ونجمعوها باليدين نتاعنا هكذا، يعني عجنة خفيفة ما فيهاش حاجة للتعب. نلموها هكذا مليح مليح، شوفوا عجنة خفيفة، ابقوا لموا فيها غير بالاصابع تاعكم كما راني ندير انا كما هكذا، حتى تتحصلوا على عجينة ملساء وهكذا متجمعة بهذه الطريقة. بعدين وش رايح نديرو؟ رايحين نغلفوها بكيس بلاستيكي او بابي فيلم كما تحبوا نتوما، المهم غلفوها وغطوها مليح وخلوها ترتاح. قد ما خليتوها ترتاح قد ما تجيكم هايله. سر نجاح البيتزا في انها تخليها ترتاح، يعني تقدري تخليها حتى الليله كامله وهي ترتاح ليله كامله. يعني مثلا ديريها تطلع، بعد ما تطلع وتتنفخ حطيها في الفريجيدير ليله كامله وهي تتنفخ، راح تجيك مفشفشه. قد ما خليتيها تريح قد ما تفشفش. نروحوا للصوص طوماط. الصوص طوماط راح ندير لكم صوص طوماط سهله جدا. نجيبوا سنات ثوم، نجيبوا فلفل حار، نزيدوا ايضا زوج طماطم، زوج حبات هنا طماطم كبار، اللي عندي هنا زوج حبات طماطم كبار، نرحوهم هكذا حتى نتحصلوا على هذا الخليط. الطماطم نتاعي كما راكم تشوفوا لونها ماهوش احمر غامق، اذا جاني الخليط هكذا في اللون بارد. نجيبوا المقلاة تاعي، واش راح نديروا فيها؟ نجيبوا هذيك الملعقه تاع الاكل، ندير ملعقه ونص او ملعقه تكون معمره تاع اكل من الطماطم المعلبه، نزيد لها الخليط نتاعي هكذا. بعد ما نكون درت في الملعقه في المقلاة شويه تاع زيت، نفرغ الخليط نتاعي كما راكم تشوفوا هكا، فرغوه في المقلاة تاعكم وزيدوا له شويه تاع الملح، شويه راس الحانوت، تحبوا اللي يحب الفلفل الكحل يزيد له شويه فلفل كحل، وزوج ورقات تاع رند، وحطوهم يتقلوا. خلطوا الخليط كامل وخلوهم يتقلوا مليح مليح. بالنسبه للتزيين واش نحتاج الى زيتون اسود، نحتاج الى فلفل حلو مقطع الى شرائح، نحتاج الى جبن رابي، ونحتاج الى طون. جبن درت تاع الشيدار.
هنايا المهم بعد ما طابت لاصوص نتاعي كيما راكم تشوفوا تحصلت على هذا القوام، تقريبا واحد 10 دقائق برك تطيب، ما تخلوهاش تنشف ياسر. وهكذا نكونوا تحصلنا على صلصة كيما راكم تشوفوا سهلة وسريعة وحتى في البنة بنينة. نجيو للعجينة تاعي كيما راكم تشوفوا راهي طلعت ما شاء الله. لازم تكون عندها هذوك الفقاعات وهذيك الشبكة هذيك كيما راكم تشوفوا. نكسر لها تطلع كيما راكم تشوفوا هكذا، ومن بعدين نحطها على طاولة العمل. نحاولوا ان ما نعجنوهاش، يعني نلموها فقط. نجيبوا العجينه نتاعي، نرش طاوله العمل كما راكم تشوفوا بالفرينه، ونبدا باش نفتح العجينه نتاعي على نفتحها هكذا. نقسم العجينه الى 2 ونفتح العجينه نتاعي بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها. حاولوا انكم تخلوها هكذا، يعني تفتحوها بكل سهولة بالحلال. يعني تقدروا تديروا له شوية فرينة باش ما تبقاش تلصق، ولازم تكون فرينة في الطابلة تاعكم او في طاولة العمل اللي تخدموا عليها. المهم بعد ما تفتحوا العجينة تاعكم السمك تحبوا نص سنتيمتر او تحبوا 1 سنتيمتر عادي، على حسب انتم تحبوها خشينة ولا تحبوها رقيقة. نجيب انا عندي هذا المقطع عنده الدائرة تاعو ديما نخدم به، اللي عندها اقل او اكبر كما تحبوا نتوما اللي عندكم ديروا به. نقطع العجينة تاعي الى دوائر بهذا الشكل، ومن بعدين عفوا نرش على صينية تاع الفرن بعد الفرينة هكا شوية فقط، ونحطها الدوائر تاوعي نحطهم نخليهم يرتاحوا لمدة 5 دقائق فقط، يعني مش حاجة كبيرة. بعد ما نحطهم شوية نخليهم شوية يرتاحوا. بعد ما يرتاحوا نجيب الخليط نتاعي ونبدأ في الوضع تاعو بالطريقة اللي تعرفوها كامل. نحط لاصوص، اللي حبتها حارة أكثر تزيد لها الفلفل أكثر عادي جدا، ولا اللي تحب مثلا طيب دير لها شوية هريسة لاصوص هذه ديري لها الهريسة عادي جدا، راح تجيكم بنينة وسهلة. نحطوها هكذا بهذه الطريقة، يعني الطريقة كامل راكو عارفينها. المهم ما نروحش للحواشي هذوك نحط فيهم. نحط الجبن، من الأحسن أني نحط الجبن بعد الطماطم باش يولي عندي نسجموا الجبن مع الطماطم. أنا هنا درت الشيدار، تحبوا نتوما ديروا أي نوع اللي عندكم تحبوا ديروا، كل واحدة على حساب الموجود. تحبوا ديروا حتى القطع عادي جدا، تحبوا ديروا حتى طارتيني الجبن الطلي نورمال. المهم ديروا اللي تحبوا. حط الزيتون عفوا، حطوا التزيين واش تحبون. بعد درت هنايا شويه طون بهذه الطريقه. من بعد حسيت باللي الفرماج راهو شويه، قلت نزيد شويه فرماج في الخلطه تاعي، في البيتزات هذو، في الميني بيتزا تاعي. وحتى تحصلت على على هذه. نخلوهم نحطوهم يطيبوا في الفرن، يكون ساخن من قبل، تكون النار تاعو قويه ويكون نار ساخن من قبل. يعني كي تحطوهم في الوسط راحين يحمروا وحدهم من الجوانب. اذا كان طابوا ما حمرولكمش تقدروا تشعلوا عليهم شويه من الفوق حتى يذوب هذاك الفرماج ويطيبوا لكم بيتزات تاعكم. وكما راكم تشوفوا انا نحبهم رقاق، ما نحبهمش خشان. شوفوا كيف الجوني خفاف ما شاء الله، والقرب ما شاء ما نحكي لكمش. الجبن تاع الشيدار رائع ثاني في الطياب.